السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة تانية ثانوي في كل محافظات مصر، طلابي واصحابي واخواتي، الولا اخويا والبنت اختي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف سلامة وبألف سعادة. حبايبنا رجالة وبنات تانية ثانوي ادبي وعلمي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنبدأ مع بعض أولى محاضرات شهر 10. حبايبنا الشهر الأول عدى، احنا في الشهر الثاني، احنا في الشهر الثاني يا باشا، احنا في الشهر الثاني يا حبيبة قلبي. فوق معايا كده وصحصح معايا. لو حضرتك مش مشترك معانا على المنصة فانت لسه في ايدك الفرصة. لو حضرتك ما اشتركتش معانا في حصص شهر 9 فالحصص بتاعت شهر 9 لسه موجودة. لو اشتركت حاليا موجودة برضو حصص شهر 9 نقدر نفتحها لك. حضرتك متاح ليك نظامين للاشتراك، تقدر تشترك اشتراك شهري يعني بالشهر، وتقدر تشترك الترم كامل. اشتراك الشهر سعره 120 جنيه، اشتراك الترم كامل سعره 400 جنيه. لو حضرتك اشتركت بالشهر يبقى هتختار بقى، يا اما انت عاوز حصص شهر 10 اللي احنا فيها دي، يا اما عاوز حصص شهر 9 اللي هي نزلناها وموجوده على المنصه. خلاص كده؟ طيب افرض انت مثلا حضرتك اخترت ان انت تشترك في حصص شهر 10 اللي احنا لسه فيها دي، اللي دي اول حصه فيها، ساعتها كده حصص شهر 9 مش هتظهر لك على المنصه. طب لو اخترت حصص شهر 9 يبقى هيظهر لك حصص شهر 9، مش هيظهر لك حصص شهر 10. لكن لو اشتركت ترم كامل هنفتح لك حصص شهر 9 وحصص شهر 10 وكل الحصص اللي هتنزل بعد كده في الشهور اللي جايه. فحضرتك لو عايز تشترك معانا على المنصه الافضل تشترك ترم، لان هنفتح لك بيه الحصص اللي فاتت، وكمان هيوفر لك 200 جنيه. الترم بيوفر اكتر من اشتراك الشهر. ركز معايا بقى عشان تبقى عارف برضو نظام المنصه لو انت طالب جديد. المنصه حبيب قلبي هي اللي بينزل عليها حصص الشرح كامله بميعاد ثابت، والحصه بتقدر تشوفها في اي وقت انت عايزه، وتقدر تشوفها اكتر من مره، وبنتابع معاك حضورك وبنتابع معاك غيابك. كل درس بنشرحه بيكون عليه واجبات وبنبعت لك الاجابات، وكمان بنتابع معاك في تصحيح الواجب لو في اي سؤال انت مش عارف اجابته او مش فاهم ليه جاوبناه كده. كمان كل درس بناخده بيكون عليه امتحان، وكل شهر بيكون فيه امتحان شامل، ويوميا بنتابع مع حضرتك لو في اي حاجه مش فاهمها في الشرح او في اي سؤال مش عارفه في الواجب. وكل شهر بنبعت كده تقرير صغير محترم لولي امرك في حضورك وغيابك، درجات الواجب، درجات الامتحانات بتاعتك. فلو عايز تشترك معانا في المنصه هسيب لك في اول كومنت لينك فيديو يعرفك ازاي تشترك في المنصه، وكمان هسيب لك رقم الواتساب بتاعنا لو حابب تسال اي سؤال يخص المنصه. ولو انت بتتفرج الفيديو ده على قناه اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير للحصه، تبعتها لاصحابك عشان يستفيدوا. يلا بينا نسمي الله، نصلي على رسول الله، نبدا مع بعض اولى محاضرات شهر 10. النهارده هناخد مع بعض درس بعنوان الاخطار التي واجهت الدوله الاسلاميه في المدينه. عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سافر يثرب اللي هي المدينه المنوره، وخلاص عمل دعائم في الدوله الاسلاميه في المدينه، بناء المسجد والمؤاخاه. فهنعرف بقى النهارده ايه هي الاخطار والمشاكل اللي هتبتدي تواجه الرسول في المدينه المنوره. سمي الله وصلي على رسول الله وافتح مذكرتك طلاب المنصه. يلا بينا نبدا مع بعض الدرس. يلا بينا حبايبنا. في البدايه كده بيقول لك ان في شويه اخطار وشويه مشاكل واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. الاخطار كانت نوعين، عندنا اخطار داخليه يعني داخل المدينه، وعندنا اخطار خارجيه يعني جايه من بره المدينه. خلاص كده؟ الاخطار اللي جوه المدينه اللي كانت بتهدد الرسول والدعوه الاسلاميه هم اتنين، اليهود وطبعا عارفينهم، والمنافقون. المنافقون دول حبيب قلبي اللي هم مسلمين قدام الناس لكن من جوه وفي الحقيقه هم مش مسلمين، هم اعداء للاسلام، بس بيطلع يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وكان يروحوا يصلوا في المسجد مع الصحابه ومع الرسول، لكن من جوه هم اصلا لسه كفار. تمام كده؟ الاخطار الخارجيه هو تحالف المشركين، المشركين هيعملوا تحالف ضد الرسول والروم. دول الاخطار اللي كانت بتواجه الدوله الاسلاميه. يبقى عندنا اخطار داخليه زي المنافقون واليهود، اخطار خارجيه تحالف المشركين مع الروم. يلا بينا، يلا نبدا بالاخطار الداخليه. الاخطار الداخليه دي هدفها تفكيك الجبهه الداخليه والتحالف مع الاعداء. عايزين يبوظوا مصدر المسلمين ويفككوا المسلمين ووحده المسلمين في المدينه ويتحالفوا مع اعداء الاسلام. تمام، هم عايزين يعملوا كده ليه؟ اكيد عشان يقضوا على الدعوه الاسلاميه. طيب مين اول خطر؟ هم المنافقون. مين المنافقون دول؟ قال لك دول الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر، يعني من بره يبانوا مسلمين بيصلي وبيصوم ويروح المسجد، لكن من جوه هو اصلا لسه كافر.
تمام كده؟ تمام. كان زعيمهم يا مستر واللي عمل النفاق ده كله ده كان بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. اسمه ايه؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. اسمه ايه؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. اسمه ايه؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. الراجل ده كان هو زعيم المنافقين، وده اصلا كان من احد زعماء الخزرج، وكان مشرك، كان كافر، ودخل الاسلام قدام الناس بس، لكن من الواقع وفي الحقيقه ومن جواه هو لسه مشرك. قال لك بعد غزوه بدر اللي كانت يوم 2 هجريا، شعر عبد الله بن ابي بن سلول هو وانصاره يعني المتحالفين بتوعه بضعف مكانتهم. قال لك يا نهار اسود، احنا مكانتنا في البلد بقت قليله، فخلاص نعمل ايه عشان مكانتنا تبقى عاليه؟ نخش الاسلام. فابتدوا يخشوا الاسلام ظاهرين الاسلام، ولكن في الباطن هم لسه كفار. ده عملوه ليه؟ تقول لي لهدف زعزعه الاستقرار، عشان ما يبقاش في استقرار يا مستر في البلاد، وكمان يعملوا فتن بين المسلمين، فبالتالي تتفكك الدوله الاسلاميه. قشطه كده؟ تمام. يلا بينا يلا بينا. تعال نشوف المنافقين هيعملوا ايه عشان يشقوا صف المسلمين ويسقطوا الدوله الاسلاميه. اول حاجه هي محاوله شق صف المسلمين، يقسموا المسلمين نصين ما يخلوهمش متحدين. تاني حاجه التحالف مع اعداء الاسلام. خلاص كده؟ تعال بقى نشوف المنافقين. قال لك المنافقين اول حاجه يعملوها هيحاولوا يشقوا الصف الاسلامي، يعني ما يخلوش المسلمين ايد واحده، هيتبعوا سياسه اسمها سياسه فرق تسد. قشطه كده؟ طيب ازاي بقى هيشقوا صف المسلمين؟ قال لك اول حاجه هيبتدوا يفتتوا المسلمين، وظهر ذلك واضحا بعد هزيمه المسلمين يوم احد. كان في غزوه حبيب قلبي اسمها غزوه احد. غزوه احد دي تعالى كده اشرحها لك بكل بساطه. بص يا صاحبي، كان في غزوه اسمها غزوه احد، وسميت بغزوه احد لانها كانت عند جبل اسمه جبل احد. دي كانت بين قريش ضد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرماة ان هم يقفوا فوق الجبال وما يسيبوش اماكنهم ابدا، سواء خسرانين او كسبانين. فلما احنا انتصرنا في غزوة احد في البداية، الرماة خلفوا اوامر الرسول. لما لقوا نفسنا كسبانين ولقوا ان قريش ابتدت تهرب وتجري، نزلوا من فوق الجبال، مع ان الرسول قايل لهم لو كسبانين او خسرانين اوعوا تسيبوا اماكنكم. فلما نزلوا من فوق الجبال، زعيم قريش بص كده لقى ايه يا حبيب قلبي؟ لقى ان المسلمين نزلوا من اماكنهم، فرجعوا تاني انقضوا على المسلمين وكسبوهم، وتمت هزيمه المسلمين في غزوه ايه؟ في غزوه احد. فايه اللي حصل بقى؟ هيبتدي المنافقين يا مستر يستغلوا الهزيمه دي ويشقوا صف المسلمين. قال لك يا لهوي، ده احنا كده بقى شكلنا على باطل ولا ايه؟ هو احنا كده غلطانين ولا ايه؟ طب ايه رايكم بقى يا جماعه نرجع لديننا الاساسي؟ يبقى ابتدوا يحاولوا ايه؟ الرجوع لدينهم. كمان يتصلوا بقريش ويتعاملوا مع قريش ويحاولوا يطلبوا السماح والعفو من قريش. كمان بيبتدوا يحاولوا يوقعوا بين الانصار والمهاجرين اللي الرسول اخى بينهم. وزي ما قلنا الحصه اللي قبل كده اللي فاتت ان الانصار كانوا بيفضلوا المهاجرين على نفسهم، والرسول اخى بينهم وبقوا زي السمنه على العسل. قال لك اهو المنافقين حاولوا يوقعوا بين الانصار والمهاجرين. يبقى ده ظهر امتى؟ بعد غزوه احد. حاولوا يرجعوا تاني لدينهم، حاولوا يطلبوا من قريش العفو والسماح ويتقربوا من قريش. كمان يبتدوا عملوا محاولات للايقاع بين الانصار والمهاجرين. كمان يا مستر هيبتدوا يعملوا ايه؟ هيبتدوا ينشروا الشائعات والافتراءات، شبه كده بالظبط ما قريش ما عملت، يبقى يتشابهوا مع موقف قريش. هيطلعوا اشاعه وذلك بالطعن في اعراض المسلمين. هيقولوا على السيده عائشه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ان هي قامت بالزنا في حادثه اسمها حادثه الافك. وحادثه الافك دي يا حبيب قلبي اتذكرت في القران الكريم، حاجه يعني فظيعه. طلعت اشاعه السيده عائشه ان هي قامت بالزنا، لدرجه ان الاشاعه دي انتشرت في المدينه المنوره كلها، وكل الناس صدقت، لان الكلام لما بيكتر خلاص الانسان بيصدق. لدرجه ان السيده عائشه كانت في قمه الحزن، فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم، او الرسول صلى الله عليه وسلم راح لها وسالها وانت عملت كده؟ فطبعا دي حاجه تزعل اي بنت. تخيل انت مثلا كده حبيبك او جوزك او حد قريب منك يشك في اخلاقك،
فيروح يسالك هو انت عملت كده؟ فانت بتحزني، فتروحي لابوك وامك تقول لهم ردوا عليه، يعني قولوا لهم بنتكم ايه وردوا عليه. تلاقي ابوك وامك مش بيردوا عليك، ما هو برضه مش مصدقين، ما صدقوهم ان انت فعلا قمتي بالزنا. فالسيده عائشه ما كانش لاقي حد ينصرها او حد يساعدها او حد يكذب ان هي ما قامتش بالزنا. هتقول يا مستر طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي ما عرفش ان هي ما زنتش؟ ما هو يا ابني ما هو نبي، بس ما بيعرفش بالغيب، هو عرفه ما هو كانش موجود. فعشان يعرف الحاجه لازم مين يقولها له؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هيقولها له ازاي؟ عن طريق جبريل. وربنا ما بلغوش، ما قالوش عملت او لا ما عملتش. فطبعا السيده عائشه كانت في حاله نفسيه صعبه جدا، البلد كلها مصدقه ان هي قامت بالزنا، لحد اما الله سبحانه وتعالى نفسه نزل ايه في القران تبرئ السيده عائشه، لدرجه ان السيده عائشه ما كانتش مصدقه، قالت لك انا يعني غاليه جدا عند الله سبحانه وتعالى عشان ينزل ايه في القران باسمي وبالموقف بتاعي عشان يبرئني قدام الناس كلها. دي كانت حادثه الافك. يبقى الثالثه مستر المنافقين يطلعوا اشاعه في اعراض المسلمين في بيت الرسول، طلعوا اشاعه السيده عائشه اطهر المؤمنين واطهر نساء الارض ان هي قامت بالزنا في حادثه اسمها حادثه الافك. كمان يا مستر المنافقين هيبنوا مسجد. ايه يا مستر المشكله لما يبنوا مسجد؟ تعال بقى ركز معايا هقول لك ايه المشكله. المسجد اللي بنوه ده اسمه مسجد ضرار. مسجد ضرار ده حبيب قلبي هو مسجد يعني يبان مسجد، لكن المنافقين كانوا بيجتمعوا فيه مش عشان الصلاه والصوم والكلام ده كله، كانوا بيجتمعوا فيه عشان يبتدوا يخططوا ويتفقوا مع بعض ان هم ازاي يوقعوا الدوله الاسلاميه وازاي يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وازاي يقضوا على الاسلام، لحد ما الله سبحانه وتعالى نزل فيهم ايه في القران باسم المسجد نفسه، قال ومسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال ان المنافقين عملوا مسجد والمسجد اسمه ضرار، والمسجد ده معمول عشان يتفقوا بيه وينشروا الدسائس والفتن ويقضوا بيه على الدوله الاسلاميه، وامر الرسول صلى الله عليه وسلم بان هو يهدم المسجد ده. تمام كده؟ طيب يبقى المسجد ده كان بالنسبه للمنافقين ايه؟ اكتب كده عنده مركز للمؤامرات والدسائس. اسمها ايه؟ مركز للمؤامرات والدسائس. مركز لايه؟ مؤامرات والدسائس. مركز لايه؟ مؤامرات ودسائس. صوبيا لازم عشان اسيبها لازم تطلع صوت تغني لي. غنت يبقى خلاص كده خلصت، يبقى سيبها. يلا بينا. هيبتدي يتحالفوا مع اعداء المسلمين. قال لك المنافقون ما اكتفوش بان هم يشقوا صف المسلمين من الداخل، بل تحركوا نحو الخارج وابتدوا يعملوا تحالفات مع اعداء الدوله الاسلاميه. هيبتدي يعملوا ايه بقى؟ قال لك تخاذل المنافقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، حيث عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. في غزوه احد يا حبيب قلبي ثلث الجيش رجع بسبب عبد الله بن ابي بن سلول للمنافقين، كان ثلث الجيش ده منافقين، سابوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب وغفلوه وخدوا الجيش وانسحبوا بيه ورجعوا تاني على المدينه المنوره، فعدد الجيش قل منه قد ايه؟ ثلث الجيش عدده قل، لان عبد الله بن ابي بن سلول خلع بيهم اثناء الغزوه. طيب كمان ابتدوا يحرضوا بيهود بني الناضير، اسمهم ايه؟ يهود بني الناضير، يحرضوهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والتشجيع على كده ابتدى يتعهدهم بمشاركتهم في القتال، قالت لهم ما تخافوش احنا كمان هنشارككم في ان احنا نقتله. وطبعا اليهود معروف عنهم من زمان ان هم قتله انبياء، صح كده؟ فرحت لهم المنافقون يلا بينا نتفق مع بعض ونقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وما تخافوش احنا هنشارككم كمان في القتل ده. طيب كمان قرروا العودة إلى المدينة وتراجعوا في غزوة الأحزاب اللي كانت عام 5 هجريا أثناء الحصار، وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواجهة المشركين. يبقى كده لحد دلوقتي سابوا الرسول في غزوتين، في غزوة أحد وغزوة الأحزاب. اسمها إيه؟ أحد والأحزاب، والأحزاب دي ليها اسم تاني اسمها غزوة الخندق. خلاص كده؟ خندق يعني الحفرة، لأن في الغزوة دي اتحفر حفرة كبيرة جدا في الأرض. طيب يبقى حبيب قلبي لحد دلوقتي المنافقون سابوا الرسول في كام غزوة؟ سبب الرسول في كام غزوه؟ غزوتين، غزوه احد والاحزاب. طيب كمان يا مستر المنافقون رفضوا الخروج في غزوه تبوك اللي كانت عام 9 هجريا بحجج واهيه، يعني من دماغهم خوفا من لقاء الروم. يبقى هم في الحقيقه
ما كانوش عايزين يروحوا غزوه تبوك ليه؟ عشان خايفين من الروم. لكن ابتدوا يطلعوا حجج، اصل انا مراتي تعبانه، اصل انا عندي سخونيه، اصل انا بطني بتوجعني. بقوا بيطلعوا حجج وهميه، يعني وهميه، لكن عشان اصلا خايفين يروحوا يحاربوا الروم. يبقى كده يا مستر سابوا الرسول في غزوتين وما راحوش معاه في الثالثه، سابوا الرسول في غزوه احد والاحزاب ورفضوا يروحوا معاه في غزوه ايه؟ تبوك. قشطه كده؟ طب الرسول بقى هيعمل ايه مع المنافقين؟ ركز معايا. الرسول عرف بيه ان هم سابوه في غزوه احد، ما هو كان رايح بالغزوه ولقاهم خلعوا منه بثلث الجيش، وكمان في غزوه الاحزاب سابوه وما رضوش يطلعوا معاه في غزوه تبوك، وكمان بانيين مسجد عشان يتفقوا فيه ضد المسلمين، وكمان تحالفوا مع الاعداء عشان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تحالفوا مع يهود بني النضير. هل الرسول ما يعلمش بكل ده؟ يعلم بيه، ما الله سبحانه وتعالى زي نفسه بلغه بالقران، صح؟ بلغوا الكلام ده كله في القران. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلص من المنافقون؟ ركز معايا. اول حاجه، الرسول لو كان قتلهم وكان حاربهم كان هيتقال عليه ايه؟ ده قتل مسلمين. يا عم دول مش مسلمين، يا حبيبي دول كفار، بس من قدام الناس بيقولوا احنا مسلمين، ده احنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقعدوا يعملوا كده، لكن من جوه هم كفار. بس برضه لو كان الرسول حاربهم كان هيقولوا ايه؟ ده قتل صحابه، ده قتل المسلمين. فالرسول ما رضاش يقتلهم عشان ما حدش يقول انه قتل اصحابه. كمان الرسول يا مستر ابتدى يحاول يفتت تجمع المنافقين، قال لك انا مش هقتلهم عشان ما حدش يقول انا قتلت ناس، وما حدش يقول عليا ان انا قاتل وبقتل المسلمين ولا بقتل الصحابه. طب هتعمل ايه يا رسول الله؟ قال لك انا مش هخليهم يتجمعوا، ان هم لما بيتجمعوا بيتفقوا على الاسلام، فانا هحاول افتتهم واشتتهم. طيب فيبتدي يعمل ايه؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم حاول يفتت تجمع المنافقين وابتدى يحذر من كيدهم ووعدهم بخزي الدنيا وعذاب الاخره. قال لهم طول ما انتوا كده مش هتشوفوا خير في الدنيا وفي الاخره هتشوفوا العذاب. تمام. ابتدت تنزل ايات من القران الكريم تكشف امرهم، زي مثلا الايه بتاعت مسجد ضرار. فخلاص القران نفسه الله سبحانه وتعالى نفسه كشف امرهم للناس كلها وللمسلمين كلهم وللدنيا كلها، عرفهم ان الناس دول مش مسلمين اصلا، لكن من جوه هم لسه كفار. يجي بقى يقول لك في الامتحان ايه؟ ما الاثر الناتج، اللي هي يعني من النتائج المترتبه على نزول ايات من القران تكشف امر المنافقين. تقول لي اول حاجه تراجع الكثير من المنافقين واعتذروا للرسول واصحابه بعد ما نزلت ايات للكشف عنهم. في بقى ناس يا حبيب قلبي من المنافقين لما لقوا ان في ايات نزلت من القران عن الحاجات اللي بتحصل بينهم وبين بعض، ركز معايا، هم لما اجتمعوا في مسجد ضرار الرسول يعرف منين اللي قالوه؟ هل يعرف؟ هيعرف ازاي؟ فلما تنزل آية في القرآن الله سبحانه وتعالى يحكي فيها اللي حصل في الاجتماع اللي هم كانوا مجتمعين فيه بمسجد ضرار، كده هيصدقوا فعلا ان هو نبي. فابتدى ناس من المنافقين اللي كانوا بيدعوا ان هم مسلمين ابتدوا يقتنعوا ان هو فعلا نبي، فتراجعوا عن اللي كانوا بيعملوه وراحوا اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم واعتذروا للصحابه ودخلوا بقى فعلا الاسلام. تمام كده؟ تمام. ايه اللي حصل؟ قال لك تراجعت حركه النفاق بعد وفاه عبد الله ابن ابي سلول، لان عبد الله ابن ابي ابن سلول ده كان هو زعيم المنافقين، صح؟ الراجل ده كان هو ايه؟ زعيم المنافقين، فهو مصر اللي كان ممشيهم. فلما مات الموضوع ابتدى ايه؟ يقل شويه ويهدى شويه، فاصبح حضورهم ضعيف خالص 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 وتجمعهم بقى ضعيف خالص خالص، وبكده نكون قضينا على المنافقين. تمام. اليهود بقى، بص يا حبيب قلبي، انت عندك ايه اهو فوق تخص مسجد ضرار، ودي ايه تانية في سوره التوبه 84، كل ده اتكلمت عن مين؟ عن المنافقين. تعال بقى نتكلم عن الخطر الداخلي الثاني وهم اليهود. قال لك اليهود يا مستر الرسول صلى الله عليه وسلم اول لما دخل المدينه، ركز معايا ركز معايا، الرسول صلى الله عليه وسلم اول لما دخل المدينه من ضمن الحاجات اللي عملها عمل حاجه اسمها صحيفه المدينه. صح يا حبايبنا؟ اول حاجه عملها اللي احنا بنسميها دستور المدينه، وقلت لك ان الرسول حط شويه قوانين، وبسبب القوانين دي حطها عشان يحافظ على الدوله الاسلاميه وكل واحد يعرف ايه الحقوق بتاعته وايه الواجبات اللي عليه. وانا بشرح قلت لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حط شروط خاصه باليهود نفسهم. الشروط دي مش لاي حد، دي لليهود بالتحديد، لان الرسول عارف ويعلم ان هم اصحاب غدر وخيانه،
ومن ضمن الاتفاقات ان احنا يا جماعه هندفع فلوس كلنا ايا كان دينك ايه لتامين الدوله الاسلاميه، نتحد كلنا ايا كان دينك ايه لو في اي حد جاي يحارب المدينه المنوره. مش دي كان الاتفاقات؟ قال لك اليهود بقى نقضوا دستور المدينه اللي هي صحيفه المدينه، لم تلتزم بيها، وبداوا في التحرك للقضاء على الاسلام في المدينه متبعين اساليب. يبقى مستر هيعملوا شويه اساليب، يعني شويه حاجات يقضوا بيها على الاسلام. يبقى كده مستر الرسول صلى الله عليه وسلم هل اليهود اتفقوا معاه بالعهد؟ لا، يبقى اليهود لم يوفوا بالعهد. ازاي؟ نقضوا دستور المدينه او صحيفه المدينه. طيب هيعملوا ايه؟ اول حاجه هيبتدوا يشوهوا صوره النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، كمان هيبتدوا يتحالفوا مع المشركين ضد الدوله الاسلاميه، كمان هيبتدوا يحاولوا يختالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجه هيبتدوا يحاولوا يشقوا صف المسلمين. تعال بقى كده نشوف كل واحده فيهم هيعملوا فيها ايه بالظبط. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه حبايبنا هي تشويه صوره النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام. هم كده مستر بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها حرب نفسيه، زي بالظبط حرب الاشاعات والاكاذيب اللي عملتها قريش. هي كده برضو استخدمت اسلوب اسمه اسلوب الحرب النفسي، اكتبها عندك عشان مهمه. طيب قال لك اليهود ابتدوا يشوهوا صوره الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بهدف تنفير، يعني ابعاد الناس منه لخطوره الاسلام على مصالحهم وعقيدتهم. ليه يا مستر؟ الاسلام هيبقى خطر على مصالحهم الشخصيه الاقتصاديه، مش هيبقى ليهم مكانه في المدينه، وطبعا بيخالف عقيدتهم لان الدين هيبقى مختلف. يبقى كده مستر اليهود رفضوا النبي لسببين: سبب اقتصادي شخصي اللي هي مصالحهم الشخصيه، وسبب ديني نفس بالظبط قريش، سبب ديني وهو دين ابائهم واجدادهم ده اللي اتولدوا عليه، وسبب اقتصادي اللي هي مصالحهم الشخصيه وشغلهم. طيب عشان كده ابتدوا يبثوا يعني ينشروا الشائعات وتعدوا على حرمات المسلمين. ايه ده مستر عملوا ايه؟ قال لك حصل في غزوه اسمها غزوه بني قينقاع بالتعدي على مرأة مسلمة. تعال احكي لك اللي حصل. واحدة ست مسلمة راحت السوق، وهي في السوق طبعا لابسة اللبس الإسلامي، تمام، العباية والنقاب وهكذا. فحاول يهودي كشف وجهها، يعني يشوف وشها، فرفضت. فزي ما تقول كده ربط خيط أو حبل في طرف الثوب بتاعها، فوهي مشت وهي ماشية بقى الخيط ده أو الحبل ده كعبلها. فلما اتكعبلت كشفت عن سوءتها، يعني عن العورة بتاعتها، جسمها بان يعني. فابتدى يضحك والناس يبصوا على جسدها وهي مرمية في الأرض وجسمها عريان، تمام. فابتدى واحد من المسلمين شاف المنظر ده فراح قتل الشخص اليهودي ده، تمام كده. فابتدت اليهود اجتمعت على المسلم فقتلوا المسلم ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف اللي حصل قال كده مش هينفع، كده لازم نوقف اليهود عن حدهم. عشان كده قام بغزوه ضد مين؟ اليهود، تمام كده. يبقى كده اليهود يا مستر تعدوا على حرمه المسلمين زي المراه المسلمه اللي انا لسه حكي لك قصتها. كمان هيبقى في تحالف مع المشركين ضد الدوله الاسلاميه. ركز بقى، احنا عندنا يهود بني النضير، عندنا يهود بني قريظه، عندنا يهود خيبر، عندنا يهود بني قينقاع. دول اليهود. بيقول لحضرتك ان يهود بني النضير حرض يهود بني النضير المشركين في مكة اللي هم قريش على قتال المسلمين وغزو المدينة. يهود بني النضير راحوا لقبيل قريش اللي في مكة، قال لهم تعالوا المدينة وحاربوا المسلمين وقتلوهم، تمام. كمان يا مستر يهود بني قريظة نقضوا الاتفاقات والعهود اللي كانوا عاملينها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين في غزو الأحزاب. حبيبي صحيفة المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود ومع كل الفئات اللي موجودة ايا كان دينك ايه، اي هجوم على المدينة المنورة او على يثرب كلنا نتحد مع بعض ضد الهجوم ده، صح؟ هنا مستر يهود بني قريظة لم يلتزموا بالعهد، نقضوا العهد لان هم تحالفوا مع قريش نفسها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها غزوة الأحزاب. كمان يا مستر يهود خيبر حشد يهود خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وسخروا الأموال لذلك. يعني سخروا الأموال لذلك؟ يعني اتصرفوا في فلوس ودفعوا فلوس عشان خاطر يهود خيبر وقريش والأعراب يقفوا ضد المسلمين، وابتدوا هم يدفعوا فلوس من معاهم عشان يقفوا ضد المسلمين، تمام كده؟ تمام.
يبقى عندنا تحالف لليهود مع المشركين. كم نوع من اليهود؟ 3: يهود بني النضير، يهود بني خيبر، يهود بني قريظة. قال ال3 هم بني النضير اتحالفوا مع المشركين بتوع مكة اللي هم قريش، فقالوا لهم تعالوا قتلوا المسلمين وهاجموا المدينة. خلاص كده دول مين؟ بني النضير. طب بني قريظة عملوا ايه؟ قال لك كان في اتفاق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان اي هجوم يحصل من بره يتفقوا مع بعض ويتحدوا مع بعض. قال لك دول ما عملوش كده، دول راحوا وقفوا مع المشركين ضد الرسول في غزوه اسمها غزوه الاحزاب. طب يهود خيبر، قال لك حشد يهود خيبر، يهود خيبر مع قريش والاعراب اتفقوا مع بعض يكونوا ضد المسلمين، وكمان دفعوا الفلوس عشان يعملوا ده. تمام؟ تمام. كمان هيبتدوا يحاولوا يختالوا النبي، ودي عاده اليهود قتله الانبياء. قال لك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الى بني نضير فاستقبلوه ببشاشه، يعني بشاشه بضحكه حلوه. تعال اتفضل اهلا وسهلا، بشاشه. ثم تشاوروا في قتله، وبعد كده اتفقوا مع بعض ان هم يقتلوه. واتفقوا عليه ان هم يحدفوا صخره من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه. يعني الرسول مثلا قاعد فوق جدار اهو، في بقى فوقيه هيحدفوا عليه صخره تنزل عليه على دماغه. تمام. فجاءه خبر من السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بلغه ان اليهود هيحدفوا عليه صخره من فوق عشان يموتوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عائدا الى المدينه واعد جيشا وغزا بني النضير. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لهم استقبلوه ببشاشه، بعد كده اتفقوا ان هم هيقتلوه، واتفقوا ان هم يحدفوا فوقيه ايه؟ صخره وهو قاعد تنزل على دماغه تموته. فالوحي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوا ان اليهود بني النضير اتفقوا مع بعض وانت قاعد دلوقتي يحدفوا عليك صخره يموتوك. فقام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابه ومشى قال لهم هيموتوني دلوقتي يحدفوا عليا صخره، وقام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجع تاني المدينه وجهز الجيش وراح غزا بني النضير. تمام. كمان تاني مره، يبقى كده حبيب قلبي المره الاولى او المحاوله الاولى للقتل. المره الثانيه بقى قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم حطوا له سم في شاه ياكل منها. ايه بقى الشاه دي يا حبيب قلبي؟ كتف الخروف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اكتر حاجه بيحب ياكلها هي كتف الخروف، فحطوا له سم في كتف الخروف. اول ما الرسول حط السم ده ببقه، الشاه دي اللي هو الخروف ده نطق، هو يعني مش يعني ميت، المفروض ان الخروف ميت وبيتاكل على طول. طبعا ده نبي، زي ما المسيح كان يحيي الموتى، زي ما المسيح كان بيسمع الخرفان، كان بيسمع الزرافه، كان بيسمع الكلام ده كله، زي برضو سيدنا سليمان كان بيكلم الجن وكان بيكلم الحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم الشاه دي اللي هو الخروف ده نطق واتكلم وقال له لا تاكلني فانا بيا سم، ما تاكلنيش انا جوايا سم. فكان الرسول يا دوب يعني ايه قطمه صغيره. فبسبب القطمه دي هي دي اللي جابت للرسول على فكره سخونيه، ودي اللي هتخلي الرسول تعبان فتره كبيره جدا لحد اما هيموت بسبب برضو السخونيه اللي جات له من السم ده. فبقول لك تاني مره حاولوا يدسوا السم للرسول صلى الله عليه وسلم في شاه كان بياكل منها. اكتب كده شاه اللي هو كتف الخروف. طيب يبقى كده دي المره الكام؟ المره الثانيه. يبقى المره الاولى عن طريق السم، المره الثانيه عن طريق الايه؟ الشاه. طيب كمان هيبتدوا يحاولوا يشكوا صف المسلمين عن طريق برضو الفرقه. يبقى كده دول بيتشابهوا مع المنافقين. يبقى المنافقين يا حبيب قلبي اتشابهوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافقين اتشابهوا مع اليهود في ايه؟ تقول لي اتشابهوا معاهم في محاوله شق الصف الاسلامي، محاوله شق الصف الاسلامي. طب يا مستر اليهود شبه قريش في ايه؟ تقول لي في تشويه سوره النبي. قشطه كده؟ تمام. تعالى بالله عليك اكتبها لك هنا عشان مهم. كده قريش تتشابه مع اليهود. لو جيت قلت لك قريش شبه اليهود في ايه؟ تقول لي اول حاجه استخدامهم لاسلوب الحرب النفسيه عن طريق ايه؟ تشويه سوره النبي. تمام كده؟ تمام. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا المنافقون شبه اليهود في ايه؟ تقول لي في الفرقة بين المسلمين اللي هي محاولة الشق الصف الايه؟ الاسلامي. تمام كده؟ طيب وكلهم شبه بعض في ايه؟ كلهم شبه بعض في نشر
الشائعات والأكاذيب. تمام كده؟ اكتب اهو، هبعد يا ندى، ها اهو، وقف الفيديو واكتبها. يلا بينا حبايبنا، يلا بينا صاحبي. هيعملوا ايه؟ قلنا محاولة الشق الصف الإسلامي. هيبتدي يقطعوا أواصر المحبة بين المسلمين، يخلوا المسلمين يكرهوا بعض وما يحبوش بعض، ويرجعوا تاني العصبية القبلية. يا جدع انت من قبيلة كذا، يا جدع انت ابيض، ده التاني ده اسود زنج، ازاي زي بعض؟ عايزين يرجعوا تاني العادة القبلية، العصبية القبلية، ان انا قبيلتي احسن قبيلة، مع ان الاسلام نهى مفيش فرق بين اي حد، مفيش فرق بين اي قبيلة والتانية، كلنا مسلمين، كلنا زي بعض. هم تاني عايزين يرجعوا العصبية القبلية. ده ظهر امتى؟ في محاولة الوقيعة، عايزين يوقعوا بين الأوس والخزرج، لولا منع الرسول صلى الله عليه وسلم لحدوث هذه الوقيعة. يبقى كده مصر اليهود حاولوا يوقعوا تاني بين الأوس والخزرج. انت نسيت ان احوال يثرب قبل قدوم الرسول كان الأوس والخزرج بينهم مشاكل؟ بينهم مشاكل. ليه؟ لأن اليهود حسوا إن مكانتهم ابتدت تقل بعد ما الأوس والخزرج مكانتهم بقت عالية، فابتدوا يوقعوا بين الأوس والخزرج. وكانت من ضمن الأسباب اللي أهل يثرب وافقوا بيها على الرسول، أولاً إن هم يعلموا إن هو نبي، إن هم سمعوا منه أو سمعوا عنه من اليهود اللي في يثرب إن في نبي هيطلع اسمه محمد من شبه الجزيرة العربية. وتاني سبب لأن الرسول والمسلمين هم اللي هيرجعوا تاني الأوس والخزرج إيد واحدة، والرسول قدر يرجعهم تاني ايد واحده. اليهود هم بيحاولوا تاني يعملوا زي ما عملوا زمان، يوقعوا بين الاوس والخزرج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وما خلاهمش يقدروا يعملوا كده. كده الرسول ابتدى يحافظ على السلام الاجتماعي. قال لك مره شاس ابن قيس، ده احد شيوخ اليهود باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج، فوجدهم متحابين، فامر فتى يهودي ان يجلس معهم ويذكرهم بيوم بعاث، يوم المشكله ويوم الحرب. فحدثت فتنه بينهم فرفعوا السلاح لقتال بعضهم. يبقى قعد معهم واحد يهودي قعد يفكرهم بيوم بعاث اللي هو يوم الحرب بين الاوس والخزرج، فسخنهم تاني على بعض، فرفعوا السلاح عشان يحاربوا بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج اليهم فقال يا معشر المسلمين. انت مركز عليه؟ يا مسلمين، ما قالش يا اوس ويا خزرج، كلكم مسلمين، مش حاجه بس اسمها اوس واسمها خزرج، خلاص كلكم مسلمين. الله ابدعوا الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله. يعني بيقول لهم انتوا لسه عايزين تاني ترجعوا بقى زي الجاهليه وشغل العبط، وانا من قبيله كذا وانا من قبيله كذا؟ انتوا ربنا هداكم بقيتوا مسلمين وكلنا زي بعض. فبكى الصحابه وعانق رجال الاوس والخزرج بعضهم البعض. خلاص سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحوا بعض تاني. يبقى كده فشلت محاوله الايقاع، تبقى كده فشلت محاوله اليهود للايقاع بين الاوس والخزرج، ما عرفوش يوقعوا بين الاوس والخزرج. قشطه كده حبايبنا، كلام جميل. بص بقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يقول لك في الامتحان ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان شخص يهمه جدا السلام الاجتماعي او الحفاظ على المجتمع. تقول لي اول حاجه موقفه مع الاوس والخزرج اللي احنا لسه حاكينه من شويه، لما اليهود حاولت توقع بينهم، لما حاولت تفكروا بيوم يوم بعاث. تاني موقف يا حبيب قلبي هو رفض الرسول لمحاربه قريش. مش قلنا حبيب قلبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان هو يحارب قريش؟ ولما سالتك ايه ليه نكتبوها تاني. الرسول لا حول ولا قوه الا بالله والسلام الاجتماعي. قلت لحضرتك اول مره الرسول دليل ان شخص يريد ويحب السلام الاجتماعي عندما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض الرسول الحرب مع قريش. لما قال لك ان لو حاربت قريش كده يا مستر الدوله هتتعارك مع بعضها. فالراجل ده كان عايز يحافظ على وحده وتماسك المجتمع. ده كده المره الاولى والدليل الاول. طب يا مستر ايه المره الثانيه؟ المره الثانيه يا مستر لما منع وتصدى للايقاع
بين الأوس والخزرج اللي كانت عايزة تعملها اليهود لما حاولت تفكرهم بيوم بعاث. اكتبها عندك يا صاحبي، وقف الفيديو واكتبها عندك. وطبعا دي مرة في مكة ودي كانت في يثرب. قشطة يا جدعان، قشطة حبايبنا، أحلى مسا 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 عليكم. يلا بينا. ايه بقى هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم طرد يهود بني النضير وبني قينقاع من المدينة، وقتل رجال يهود بني قريظة لغدرهم وخيانتهم. يبقى انا كده عندي 3 يهود، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، دول الرسول ما عملش معاهم حاجة، طردهم بس. لكن عمل ايه مع يهود بني قريظة؟ حاربهم وقاتلهم، لان دول اللي غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل معاهم كده ليه؟ يجي يقول لك في الامتحان بما تفسر قتل رجال يهود بني قريظة، تقول لي ليه غدرهم وخيانتهم. يبقى ما عملش كده مع يهود بني النضير ويهود بني قينقاع، هو طردهم بس من المدينه، قال لهم يلا شوف لكم حته اقعدوا فيها. لكن يهود بني قريظة اشمعنى دول اللي حاربهم؟ لان دول اللي غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتحالفوا ضده. كمان يا مستر زي ما قلنا في غزوه الاحزاب، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم. طب ويهود خيبر اخر نوع الرسول انتصر عليهم، ركز بقى كده معايا. يبقى انا كده عندي 4 يهود. يجي يقول لك في الامتحان ايه؟ يجي يقول لك تناقض موقف الرسول مع يهود يثرب. تقول لي فعلا يا مستر الموقف كان متناقض. عندنا يهود بني النضير وبني قينقاع، دول الرسول عمل معاهم ايه يا حبايبنا؟ دول الرسول صلى الله عليه وسلم قام بطردهم. يبقى استخدم معاهم حاجه اسمها التفرقه او التشتت الاجتماعي. تمام كده؟ طيب عندنا مين كمان؟ عندنا يهود خيبر، دول مصر الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم. دول الرسول صلى الله عليه وسلم قام بحربهم والانتصار عليهم، ودخل مدينتهم اللي كان اسمها خيبر، لان خيبر دي برضو كان المكان اللي بيجتمع فيه اليهود لنشر المؤامرات والدسائس، زي بالظبط مسجد ضرار. واخر نوع من اليهود يا مستر هم يهود بني قريظة. دول يا مستر الرسول صلى الله عليه وسلم قام بايه؟ تقول لي قام بقتل رجالا منهم. ليه يا عم؟ تقول لي بسبب غدرهم وخيانتهم في غزوة اسمها غزوة الأحزاب. اكتب يا صاحبي الكلام ده عندك، في الفيديو اكتب الكلام ده. يلا بينا يلا بينا حبايبنا، كده احنا عرفنا موقف الرسول مع اليهود. وعلى فكرة اليهود بقى ما بقاش ليهم وجود في شبه الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب. بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات هيمسك أبو بكر ثم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو اللي هينهي وجود ده اليهود من شبه الجزيرة العربية. تعال بقى نشوف نماذج من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. أول حاجة هي غزوة بني قينقاع، ودي يا مستر كانت عام 2 هجريا بعد غزوة بدر على طول. طيب مين ومين يا مستر؟ قال لك دي المسلمين ضد يهود بني قينقاع. يبقى الاطراف السياسيه كانوا مين؟ مسلمين ضد يهود بني قينقاع. وطالما غزوه يبقى الرسول كان هو قائد المعركه دي. طيب ايه اسبابها؟ قال لك كان في سببين، سبب مباشر وسبب غير مباشر. السبب الغير مباشر هو اظهار عداوه يهود بني قينقاع للمسلمين وعدم الوفاء والالتزام بصحيفه المدينه. يبقى ايه هو السبب الغير مباشر او السبب الغير صريح؟ ان اليهود بني مستر النضير يهود بني قينقاع اظهروا عداوتهم للاسلام ولم يلتزموا بصحيفه المدينه. ده كده السبب الغير مباشر. لكن السبب المباشر اللي انا لسه هحكوا لك من شويه، المراه المسلمه اللي كان في واحد يهودي حاول يكشف عن وشها وهي رفضت، فبعد كده كشف عن سوءتها يعني عورتها يعني جسدها، فشافها واحد مسلم فقتل اليهودي، فاليهود اجتمعوا على المسلم فقتلوه، فقامت غزوه بني قينقاع. يبقى كده في سبب مباشر وسبب غير مباشر.
طب ايه احداثها؟ قال لك نفذ صبر الرسول خلاص صبر ونفذ واتخنق من اليهود اللي هم بني قينقاع، فخرج الرسول لقاتلهم وجعل لواء القيادة في يد حمزة ابن عبد المطلب. القائد هو حمزة ابن عبد المطلب. لما اليهود علموا بقدوم النبي تحصنوا في حصونهم. يبقى مصر كان عندهم حصون تحصنوا فيها واستخبوا فيها، فاستخبوا جوه، يعني ما طلعوش واجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي عادة اليهود، جبنة لسان بس، يحرض على قتلك، شغل بقى الحريم ده، يقتلوا الانبياء، مش عارف يعمل ايه، يوقع بين الناس. لكن يقف كده راجل يواجهك، ما يقفش راجل يواجهك، يقف يستخبى، صح كده؟ فبيقول لك ان اليهود اهو لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهم استخبوا في الحصون بتاعتهم، ما رضوش يطلعوا للرسول، فالرسول فضل مستنيهم بره، يعني محاصرهم لمده 15 يوم، ومنع عنهم المدد، يعني ما حدش يدخل لهم حاجه ولا يجي لهم اي مدد ولا اي مساعدات. وانزل الله في قلوبهم الرعب، الله سبحانه وتعالى دخل في اليهود الرعب من المسلمين، فاضطروا ان هم يطلعوا يسلموا نفسهم. ما احنا هنفضل كده لحد امتى؟ ما احنا قاعدين جوه محبوسين، مفيش حاجه عارفه تخش لنا ولا في مساعدات عايزه تخش لنا، ومش عارفين نطلع نحارب الرسول لانه هيكسبنا، فاحنا مش عارفين نعمل اي حاجه، فيأسوا من المقاومه، احنا مش هنفضل بقى في الحصار ده، وطلعوا وسلموا نفسهم. طب يجي في الامتحان يقول لك ايه نتيجه غزو بني قينقاع؟ تقول لي هزيمه اليهود، وامر النبي بربطهم، وكانوا 700 رجل، 700 واحد. قال لك اللي تدخل راس المنافقين اللي هو كان وقتها لسه ما ماتش، اللي هو عبد الله ابن ابي ابن سلول، زي ما قلنا كان وقتها لسه ما ماتش، وابتدى يلح في طلب العفو عنهم. بص ده مش مسلم، هو بالاسم ان هو مسلم، يا رسول الله معلش ما يعفي عنه، معلش طب مش عارف ايه. يبقى هنا مستر تدخل مين؟ تقول لي تتدخل عبد الله ابن ابي ابن سلول، وده دليل يا مستر على مين؟ على الاتفاق بين المنافقين مع اليهود، بدليل هم عبد الله بن ابي بن سلول طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم العفو ايه عنهم، لانه عبد الله بن ابي بن سلول قلت لك من المنافقين، ده زعيم المنافقين نفسه. طيب فقام الرسول صلى الله عليه وسلم باجلاء يهود بني قينقاع من المدينه. انا مش لسه قايل لك من شويه ان يهود بني قينقاع ويهود بني النضير الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان هم يخرجوا خالص من المدينه؟ اهو ده اللي حصل. فكده تخلص المسلمون من غدرهم وخيانتهم عن طريق ايه؟ عن طريق الجلاء. يعني ايه الجلاء؟ يعني الخروج من المدينه. في اي مشكله؟ فهيبتدوا يروحوا فين يا مستر؟ هيسيبوا المدينه ويروحوا الشام. تمام؟ تمام. كده احنا خلصنا الاخطار الداخليه اللي هم المنافقين واليهود. هيبقى عندنا قلنا اخطار خارجيه اللي هي المشركين والروم. هنوقف لحد هنا لان الدرس يبان سهل بس الكلام تقيل شويه، محتاج تثبته مذاكره. فهنوقف لحد هنا ان شاء الله. دي كده زي ما قلنا المحاضره الاولى في شهر 10، المحاضره الثانيه ان شاء الله هتكون تكمله الدرس ده، ونبقى كده خلصنا الوحده الاولى. فالمحاضره الثالثه هتكون محاضره حل اسئله على الوحده الاولى. هنحل اسئله كتير جدا 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 عشان الناس بقى اللي ايه اللي بتفهم وبتحفظ بس ما بتعرفش تحل، ما بتبقاش عارفه السؤال بيجي ازاي. كل ده باشا هظبطه لك ان شاء الله. المحاضره الجايه هنكمل فيها الدرس ده، يبقى المحاضره الثانيه هتكون تكمله الدرس الاول، وكده خلصنا الوحده الاولى. فالمحاضره الثالثه بقى هنزل لك حصه قويه جدا هحل معاك كل الاسئله بتاعه الوحده الاولى اللي تخص كتاب المدرسه وكتاب الامتحان وكتاب الاضواء وامتحانات السنين اللي فاتت وكل حاجه. حاطط لك كل الاسئله اللي تخص الوحده الاولى في المذكره، وان شاء الله هحلها معاك في المحاضره الثالثه. يبقى انا المحاضره الجايه هكمل الدرس، واللي بعدها نبتدي ننزل لك محاضره حل على الوحده الاولى. لو مش مشترك معانا في المنصه هتلاقي في اول كومنت، لو انت بتتفرج على الحصه دي على اليوتيوب هتلاقي في اول كومنت لينك فيديو يعرفك ازاي تشترك معانا على المنصه، وهسيب لك رقم الواتساب. اشوفكم على خير، السلام عليكم.